الشاب الحقيقة أنا لا أعرفه، لكنه تواصل معي من فترة وذكر لي قصته. ودائما أنا أقول يا جماعة بعض القصص نحتاج أننا ما نبين كثير من تفاصيله حفاظا على خصوصية الأسر، لأننا نبي المحتوى والفحوى منها. هذا الشاب ما شاء الله تبارك الله تعب عليه والديه بتربيته وزرع القيم وليس عادات، يعني ما نشأ على أبوه وأمه طلع عادات أنه كذا وكذا وكذا، لا، غرست عنده قيم جميلة، ولذلك ما شاء الله بزغ مع شبابه متميز وسبق عمره مثل ما نقول. والده توفي والولد يعني صغير مو هو كبير بالحيل، وكان والده له واحد من ربعه أموره زينة، يعني يبيع ويشري ومعجب بهالولد، حاط عينه على قولتنا عليه بشكل واضح، والولد يعشق على قولتنا ما شاء الله تبارك الله، حتى منطقه واسلوبه وطريقته على قولة الشيبان. بعض الناس ودك تحطه بسندويش وتاكله من طيبه وحلاوته ما شاء الله تبارك الله. فيقول أنا لاحظت على هذا الرجل، يقول أنا أسميه من باب التقدير عم، ورا ما تعرس يا فلان، ليه ما تعرس، ترى الدنيا ما يصلح الواحد يتأخر، الكلام المعروف التحفيزي. لكن هو يشوف أن أمورنا مستورة، وأنا توني طالب على نهاية الجامعة وإلحاحه غريب، ويمكنني أنا قد ما أكون على قولتنا بالمقاييس الدنيوية مقامه الدنيوي والمالي، لكنه ملح علي بالزواج. فأحسنت الظن أنه ناوي يدفع للزواج عشان يكتمل نصف ديني وأشوف حياتي، إلا أنه كل ما يجي مناسبة يلح على هذا الجانب. واليوم من الأيام صرت شوي جريء وقلت يا عم ترى الزواج يبي شغل ويبي تكاليف ويبي الواحد يرتب أموره، وأنا ترى أهم ما أشوفها عيانات أميمتي، أبوي متوفي وأنا القيم على البيت، أمي أغلى ما أملك، خل أمير لا كونت نفسي. قال لا أما هالجانب فمكفي والبنت عندنا. يقول الحقيقة انحرجت، يعني أنا ودي يكون اختيار من عندي، وهو الحقيقة يعني صار صريح معي في بعض العبارات، قال وأنا ما ارتحت بالحيل أنه يكون هذا خاضي، أقدره لكن ما يلزم أنه كل تقدير لازم تكون نسيبي، قدرك في مجال والمصاهرة له جانب آخر. لكن يقول إني انحرجت وضغطا، طبعا مجتمعهم ما يقبل الرؤية شوفه، وكان مقفل الباب وقال بنتنا تؤخذ بلي شوفه، يعني من هالعبارات اللي قد تكون يتوارثون بعض المجتمعات وبعض العادات والتقاليد على العين والرأس، لكن إذا خالفت الدين مقدم. صح. فيقول رضخت للأمر، وده يعني يقول أنا الحقيقة ما عندي سند استشيره بوقتها وكذا، جت على قولتهم اللي يسمونها طبخة اليوم، وضغط علي وقال لي نبي نواعد المأذون، لأنه قبل الفحص هذا الكلام. بلغت أمي، قالت أمي استخرت، قال يوم يمتي ما خلان ولا استخير، لكن يا رب يجعل فتحة خير. يقول أنا والله ما ارتحت، يقول الكلام اللي يقولوه لك أبو عبد الله ترى أول مرة أقوله. فيقول تم العقد، وأشوف استعجال الأب على إتمام الزواج واختصاره قدر المستطاع، وإن البنت تجاب لك وكل حاجة أمورك طيبة. يقول أنا دفعت شيء بسيط مهر وكمله هو، ما قصر بالجانب المادي عشان أكون منصب، ما قصر. يقول جت ليلة الزواج ودخلت على زوجتي فتفاجأت، انصدمت الحقيقة، فيها عيب طبعا أتوقف ما أذكره، عيب يعني أي رجل يدخل على زوجه ويرى هذا العيب واضح، والعقلاء فضلا عن الفاهمين لا بدوا يبدونه قبل. لكن يقول يوم دخلت سبحان الله صار في تيارين، اللي قدام يقول أبد دقائق دخولي علية دخلت القلب عجيب، ولكن قدامي هالعيب.
العيب يعني طبعا ليس من حتى هو قال لي اذكره، لكن أنا أرى أنه ليس مناسب حتى ما يعرف. يعني هي نفسها هي الزوجة، هي ما في إشكالية. يقول البنت يعني وردة بالكلام والتلطف والمشية والجلسة. يقول عديتها كالليلة على خير، وصار من بكرة جت يمي وقالت لي يا فلان يبدو أبوي ما علمك عن وضعي. الله أكبر. قال له يا بنت الحلال الأمر يسير إن شاء الله. قالت أنا إن رأيت أنك تصبر علي فترة وتراي أنا معك، وحتى لو تبين أني أقول أنا ما رغبت تراي مستعدة، أنت وفي ولد فلان لأن تعرفه، ولا أقبل أني يعني تدخل علي وأنت مغشوش. الله أكبر. يقول كلامه كلام مرصع بذهب ثقيل، بنت عاقلة. يقول إلى درجة يا أبو عبد الله طالعت من عندي ثاني يوم سويت لي قهوة سوات، يعني مو بجاي من بوفيه ولا الحاجات اللي بالعادة المرة ما تسويها إلا بعد 6 أشهر، هذه مضبطتها بيوم الزواج. وإذا اللي فيها ما ينتعالج تجي كذا. طيب. أي يقول أنا الحقيقة بين منازع، صار عندي حالة انفصام ذهنية بين هذه وهذه. يقول مشيت الأمور الحقيقة. يقول أبوه شافا وبدأ على قوة الشيباني ناظرا مناظر ديت، يبي يشوف وش بقول. يقول وأنا أسلم عليه وقال وشلون أمورك؟ قلت الحمد لله على كل حال وعسى ربي يتمم على خير. ما قويت لأن يقول حتى أضمرت في نفسي أنه لو حصل فراق ما أنا مخلينا الأب أجابهم احتراما لهالبنت بطريقة الله معينة. الله يقول راحت كم يوم، الأم تقرأ عيون ولدها أو الوالدين، الأبو صقر عياله، المهم والله لا قبلت عليه أنه من نفسك تعرف وش اللي بخاطرك، لا تحاول تجعد عن أمك. يقول يوم قعدت وقالت شلون أمورك يا وليدي؟ قلت أبشرت إن شاء الله. قالت يا فلان وجهك مو هو بهذا، خاطرك شيء؟ قلت لا والله يقول إلى الآن ما شافته أمي، لو شافته عرفت المشكلة. يقول قلت لها يا أمي متى إن شاء الله الأمور؟ قالت وين فلانة؟ قال بالبيت ورا ما جبته. قالت يبي تجي إن شاء الله، هي إن شاء الله بنتك. يقول ألحت علي وقلت والله يا أمي متى هذا ما حصل وهذا ما حصل. يقول نزلت راسه واسترجعت. قلت يا أمي متى أعطيه الرايت والله إني بحيرة. قالت يا وليدي لا تستعجل، والله يجعل إنسان باخير إن الله يسره، وإنسان باخلاف ذلك إن الله يدلك على اللي يسعده ويسعد، بس لا تجرح البني. يقول علمتها أن ما دريت البنت إنه أبوه ما علمه. قالت يا وليدي لا تجرحها، عدها أنها أختك. يقول زادت الدنيا على الحين زود، الحين أمي وصت على البنت بس بطريقة غير مباشرة، طريقة ذكية. مشت الأيام سبحان الله العظيم كل يوم تزداد تعلقي فيها. لا إله إلا الله. تعلقت يقول بالمرأة. يقول أول بركات المرأة سبحان الله بعد فترة احملت زوجتي، وأنا كنت في بالي مسألة الانفصال واردة. يقول كنت أنا في نهاية الجامعة وكانت يعني تدفع عن مسألة الدراسة والبحث. يقول خلصت ودفعت للماجستير وخلصته، ودفعت للدكتوراه وخلصته. ما شاء الله. يقول أصبحت طبعا أمي يوم دخلت علي تفاجأت بالمشكلة، لكن يقول أصبحت حبة البركة نزلت علينا بالبيت. ما شاء الله. يقول شيء غير طبيعي. يقول إلى درجة إنها تقول لي أغاديك تشري بالمخطط الفلاني. يقول ما عندي شيء، أخذت من أبوة جزء وشروا وعمرنا وتيسرت الأمور، وأصبح الحي ذا من أفضل الأحياء بشكل غير طبيعي، وأصبحت المرأة باب رزق علي. حتى أمي قالت لي شوف يا وليدي إنسانك تبي تعرس تبي تزوج فالشرع لك، لكن لا دفنتن، ما تحمل بنتي علي ضره. يقول إلى هالدرجة من التعلق. يقول وأصبحت حياتنا، يقول بدأ العيب اللي عنده يضمح عندي، لكن مثل ما تفضل أبو عبد الرحمن فكرت في مرحلة العلاج. بدينا في مرحلة العلاج، والمرأة كل باب أطرقه ينفتح أكثر.
يقول ثقافة، منطق، يعني مسحة من جمال، عقل، ثقل، لا تتحدث. المرأة متكاملة لولا، أو الكامل وجهه سبحانه لولا هذا العيب. يقول بدأنا برحلة العلاج وماشيين، بدأوا قبل 4 سنوات، إلى تقريبا على كلامه إلى 60% في تقدم كبير، أموره طيبة بالحيل. الابن الأول من أبنائه من 10 اللي أخذوا الدرجات العليا بالتحصيلي أحد السنوات الماضية، ما شاء الله. والبيت البنت الآن، المرأة هذه هي سيدة البيت. وأسأله أنا، قلت له يا فلان طيب تفكر الآن، مضى عليه سنوات، أمه طبعا الآن مقعدة. يقول أمي ما تعرف اللي يجيها الآن. يقول لا، جت فلان وحطت ايده مسكتها وتبدأ تبسم وتدمع، سبحان ما تعرف إلا أنا وهي. الله. والبنت رافضة، يقول تجلس عن أهلها بالشهر والشهرين، يعني خدمة أمي بالخدمة الخاصة، رافضة تجيب شغالة. الآن موجودة وأموره طيبة. قلت له تفكر بالزواج؟ قال يا أبو عبد الله اللي لقيت ربع، عاد يقول ما ودي أقول الله يبارك بهذا السبب اللي صار أتعلق به. أنا أقول يا جماعة رسالة للجميع، لكل أب وأم، أرجو أنكم تعطونا سمعكم بشكل دقيق. كل واحد منكم، كل أب وأم يتمنى لبنته وولده التوفيق، والتوفيق منين؟ من الله عز وجل. ولا يأتيك التوفيق، وأقسم بالله لن ترى التوفيق بعدم الوضوح. صح. لا تصدم ولد الناس، صح. ولا تصدمين ولد بنت الناس. صح. يعني ابنك عنده عيب، عنده مشكلة، ما المانع أنك تكون واضح؟